السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة دكتور جراي مع مادة الباثولوجي. إن شاء الله هشرح لكم مادة الباثولوجي في موديول الجنرال. نبدأ كده ونسمي الله ونتعرف مع الباثولوجي أو نتعرف على الباثولوجي. إيه هي الباثولوجي؟ الباثولوجي هو علم دراسة الأمراض. إحنا في الأول درسنا الفسيولوجي عشان ندرس العضو ده أو الجهاز ده أو الحاجة دي بتؤدي وظيفة ما، فبعد كده ندرس الديستربنس اللي ممكن يحصل للحاجة دي في مادة الباثولوجي. تمام. من الاخر كده عايز اقول لك على حاجه جميله، هي الباثولوجي عباره عن انت جبت كل المواد اللي انت درستها قبل كده ورحت موديها كده في خلاط جميل ورحت مدخلها الخلاط وشغلت الخلاط، طلعت لك من الناحيه التانية الباثولوجي. الباثولوجي هي ماده بتربط بين المواد البيزك الجميله بتاعتنا اللي هي اناتومي، فيسيولوجي، اميونولوجي، مايكروبيولوجي، باراسيتولوجي، بايوكيمستري، هيستولوجي، فارماكولوجي، امبريو جينetics وسيل بيولوجي، وبرانشات الطب زي البطنه، الجراحه، الشرعي، السموم، كل الحاجات الجميلة دي. الباثولوجي هي اللي بتربطها لك بمواد الأكاديمي، بتوظف العلم اللي انت اتعلمته في الاناتومي. مثلا اتعلمت الليفر ده حجمه قد ايه، مكانه فين، شكله ازاي، الكلام ده. اتعلمت البايوكيمستري، التفاعلات اللي بتحصل جواه، الرياكشن يوريا سايكل ومش عارف ايه وكل الكلام الحلو ده. وتعلمت الوظيفه بتاعته عن طريق الفسيولوجي. اتعلمت المايكرو الاورجانيلز يعني والبارازيتس اللي ممكن تاذيه او تسبب له اي امراض. اتعلمت الديفكتس اللي ممكن تحصل له هو في الامبريو. اتعلمت الجيناتكس او الكيميكال الكروموسومز اللي ممكن تؤدي لمشاكل فيه. اتعلمت الهيستولوجي بتاعه، اتعلمت الامراض بتاعته والفارماكولوجي بتاعه، كل الكلام ده. ثم دمجت كل ده على بعضه ووديته مادة الباثولوجي عشان تستخدمه ان شاء الله في الكلينيكال. هي دي مادة الباثولوجي، هو ده جمال مادة الباثولوجي. ان شاء الله هندرس الباثولوجي وهنستمتع بالباثولوجي، واي حاجه هتلاقيها رخمه او محتاجه حفظ كتير ان شاء الله هتلاقيني عاملها لك تسكيمات حلوه كده وصور ودياجرامات جميله عشان تسهلها عليك. تمام. نبدا كده نتعرف عن المحتوى الجميل اللذيذ الكبير قوي اللي علينا في الماده دي ان شاء الله، وانت في الغالب هتدرس الماده دي في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الكونتنت احنا عندنا 5 شباتر. اول حاجه cellular response to injury, inflammation and healing, hemodynamic disorders, neoplasia اللي هو التيومرز، والانفكشن. طيب، بشكل عام كده ان شاء الله الكلام يعني مش صعب، الماده مش صعبه ان شاء الله، ولكن مشكلتها الوحيده حاجتين. اول حاجه ان محتواها كبير، وكالعاده ان في جزء بيتاخد معاك في الاند موديول وجزء بيتساب للاند سمستر، فبتيجي قبل الاند سمستر بخمس ست سبع ايام كده بتلاقي عليك ان انت تراجع الجزء الكبير او اللي انت ناسيه وتذاكر من اول وجديد الجزء اللي انت ما لحقتش تذاكره مع الاند موديول. فبكل بساطه هنحل الموضوع ده ازاي؟ هو ان فيديوهات الشرح هيكون وقتها بسيط، فبالتالي ان شاء الله مش هيتراكم عليك حاجه. وكذلك زي ما قلت لك، اي حاجه رخمه، اي حاجه محتاجه تسكيمات، اي حاجه محتاجه تحشيشات، هظبطها لك واعمل لك تحشيشات ليها. زائد ان شاء الله كورس المراجعه في الاخر هديك الزتونه في كل الكلام ده. حتى الزتونه دي هتلاقيني بقولها لك وسط الشرح عادي، بس لو حد اتزنق في الوقت او ما عندوش وقت هتلاقيني عامل لك كورس بسيط كده في 3 4 5 ساعات يلم لك الدنيا كلها ان شاء الله. طبعا اكيد مش هنبدا باخر شابتر، احنا اكيد هنبدا باول شابتر هو cellular response to injury. يعني ايه cellular response to injury؟ يعني احنا عندنا خليه جميله لطيفه ظريفه هنا، ايه نورمال سيل، عندها سيل ممبرين عادي، عندها نيوكليوس جميله، عندها ار اي ار واس اي ار وميتوكوندريا، كل الكلام ده. والله للاسف الخليه دي حصل لها انجري. تعال على الدياجرام ده كده. عندنا النورمال، عندنا خليه في النورمال ستيت. خلينا نضرب مثال جميل عشان نسهل الموضوع. والله انت واحد بتاخد مصروف، ولنقل مثلا في اليوم 100 جنيه، فلنفترض ان انت كده يعني. طيب، لو فجأة المصروف ده بقى 70 جنيه، ايه اللي هيحصل لك؟ والله انت هتعاني، ولكن للأسف او مش للأسف انت كده كده هتتكيف، يعني مش هنقول لا، هتتكيف يا عم مع 70 جنيه. فجأة ال70 جنيه دي بقت 20 جنيه. لا، ده انت فجأة كنت 100، تمام، نزلت ل70، فقلنا ماشي، فجأة رحت نازل ربع المبلغ اللي انت كنت بتاخده، فلا دي مصيبة كبيرة، ده مش حاجة عادية. بعد كده رحت خليتهم لك 0 جنيه، انت مبقتش بتاخد اي حاجة خالص. فهو ده بالظبط الدايجرام ده. انت كنت خلية في النورمال ستيت، في الوضع الطبيعي بتاع الخلية، في الهوموستيزis، الحاجة اللي انت متعود عليها. فجأة حصل لك ستريس او انجري، يعني ستريس او انجري. في الستريس كنت بقيت 70 يعني، فانت عملت ادابتيشن، اتكيفت مع الوضع. ممكن عادي ترجع تاني للمية فترجع للوضع الطبيعي بتاعك. والله الادابتيشن ده ما نفعش او خليناه ب50 جنيه، فانت رحت حاصل لك سيل انجري. السيل انجري دي ممكن ترجع تاني، رجعنا لك ال100 جنيه بتاعتك، فخلاص رجعت للوضع الطبيعي. والله انت واحد بتاخد 100 جنيه، ال100 جنيه دي خلتها لك 70 جنيه.
او خليتها لك 20 جنيه، انت الوضع صعب معاك، ال70 جنيه هتتكيف عليها، ال 20 جنيه هتبقى خلاص على اخرك. بس لو رجعت لك تاني الفلوس بتاعتك 100 جنيه، تعرف تلبس اللبس بتاعك، تاكل الاكل بتاعك، تظبط دنيتك، وهترجع للوضع الطبيعي. طب والله لو للاسف انا اديتك 0 جنيه، ما اديتلكش اي فلوس لفتره طويله، شهر، شهرين، او ايا كان يعني، انت مش بتاكل، مش بتصرف، مش بتلبس، انت ميت. والله وللاسف ده، انت في الحاله دي انت ميت، حصل لك سيل ديس، اما ان هو نيكروزس او ابوبتوزس. هنتعرف على الفروقات ده ان شاء الله قريب. فمن الاخر، خلاصه الدايجرام ده، ان انت والله راجل في الوضع الطبيعي بتاعك حصل لك مشكله، المشكله دي لو هي بسيطه شويه، سواء حصل لك ادابتيشن او انجري، ودي كانت مايلد او ترانزنت، يعني بسيطه، يعني حاجه خفيفه، هترجع تاني لانها ريفرسبل، وترجع للوضع الطبيعي عادي لما تشيل الحاجات دي. طيب والله لو كان سيفير او بروجريسيف، او كان وضع صعب وطويل والفتره طويله جدا، يحصل لك irreversible انجري، هتؤدي لموت الخلايا، سواء كان نيكروزس او ابوبتوزس. هو ده الملخص بتاع الشابتر ده، cellular response to injury. ان شاء الله في اول محاضره او اول محاضرتين تقريبا هنتعرف على الادابتيشن، تاني محاضره هنتعرف على السيل انجري، رابع محاضره هنتعرف على الريفرسبل انجري اللي هي السيل ديس. المهم عايزين نعرف ايه الحاجات اللي ممكن تعمل سيل انجري، وللاسف هم حاجات كتير، وده سؤال كل سنه بيجي اخر السنه في الاند سمستر. هما 11 حاجة. طب نحفظهم ازاي؟ أكيد لازم نسكنهم في جملة أو أي حاجة يعني. هنسكنهم في كلمة epic gain B2. epic gain B2. كلمة epic معناها شيء كبير أو شيء عظيم، gain معناها مكسب، و B2. تمام. طيب السيل انجري دي زي ما قلت لك بتعمل ايه؟ بتعمل كل ده، اما انها تعمل ادابتيشن، تؤدي لادابتيشن، او سيل انجري، او irreversible انجري، تمام، اللي هو السيل ديس يعني. طيب اول حاجه اندوكراين. لو انت عندك غده ما بتفرز مثلا، يعني فرضنا ان في غده بتفرز هرمون، الطبيعي بتاعها 10 مايكرو جرام. طيب لو ال 10 مايكرو جرام دي بقت 15 عادي هنعديها، لكن لو بقت 100 مايكرو جرام، لا ده اكيد مش هنعديها، ده هتعمل مشكله كبيره جدا، فده بسبب زياده في الافراز. طيب لو بقت 5/10 مايكرو جرام، دي مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لو مثلا قلنا 8 مايكرو جرام أو كده ماشي هنعديه، لكن 5/10 مايكرو جرام دي مشكلة كبيرة جدا، ودي بسبب إن الإفراز بتاعها قل. تمام. كل ده في الآخر ممكن يؤدي لسيل انجري. ليه بقى؟ للخلايا اللي هي المفروض تحفزها. تمام، يعني مثلا فلنفرض عندك البيتيوتري جلاند اللي هي الغدة النخامية. الغدة النخامية دي بتفرز هرمون يأثر على الغدة الدرقية اللي هي الثيرويد جلاند، عشان يفرز هرمون التي اس اتش. طيب لو فلنفرض ان الافراز الطبيعي 10 مايكرو جرام، الافراز بقى 100 مايكرو جرام، اكيد الثيرويد هتتضخم. طيب لو بقى نص مايكرو جرام، اكيد الثيرويد هتصغر. تمام، فده هو سيل انجري. طيب تاني حاجة سايكولوجيكال. يعني ايه سايكولوجيكال؟ يعني ممكن يكون منتال ستريس، انكزايتي او ديبريشن. هو ازاي الحاجات دي ممكن تؤدي لحاجة ملموسة، يعني حاجة نفسية؟ ازاي الحاجة النفسية دي ممكن تؤدي لحاجة محسوسة؟ بكل بساطة، لأن الحالات اللي هي زي المنتال ستريس أو الانكزايتي أو الدبريشن دي هتؤدي لزيادة إفراز بعض المواد الكيميائية في دماغك. المواد الكيميائية دي ممكن يعني مع فترة طويلة تؤدي لسيل انجري. كلام جميل جدا. تالت حاجة الانفكشن ممكن يكون بأربع حاجات: فيروس، بكتيريا، بارازيت، فنجاي. أبسط مثال على الفيروس أنت عارف فيروس كورونا. تمام. البكتيريا، أي نوع من أنواع البكتيريا ممكن يؤدي لإنفلاميشن وسيل انجري. البارازيت اكيد يعني سمع بالهرزيا والسكارس، كل الحاجات دي. الفنجاي، اي نوع من الفنجاي اللي هي الفطريات، اي نوع من الفطريات، بعض الانواع يعني مش كل الانواع طبعا، بعض الانواع قد تؤدي لمشاكل وامراض، فدي هو الانفكشن. طيب كل الحاجات دي في الاخر هتؤدي لايه؟ للسيل انجري. طيب كيميكال زي ايه مثلا؟ الكيميكال قد تكون بسبب توكسيسيتي. يعني توكسيسيتي يعني حاجة المفروض ان انت بتدخل جسمك برقم معين او بقدر معين، لو الحاجة دي زادت هتأذيك، هتعمل لك سيل انجري. زي ايه؟ زي بعض الدراجز، بعض السولفنتس، بعض الميتالز، كل ده لو زاد عن حده يعمل لك توكسيسيتي، واللي هي نوع من الكيميكال كوزز اوف سيل انجري. طيب الجينيتك، ابسط مثال على الجينيتك، انت لسه مخلص بايوكيمستري من كام، يعني من شهر تقريبا، فانت عارف السيكل سيل انيميا دي جينيتك ديفكت. عارف ان في ديفكت ممكن يؤدي ل زيرو ديرما بيجمنتوزا على ما اعتقد، يعني حاجه كنت خدتها في البايو. كل ده ممكن يؤدي لسيل انجري، دي اما انها جينيتك ديفكت او كروموزومال انوماليز. طيب الايدجينج، الخلايا بشكل طبيعي ان هي بتكبر فبتموت، اللي هي الشيخوخه بتاعه الخلايا، فده برضو نوع من انواع السيل انجري. سابع حاجة ممكن تكون ما تعرضتش لها قبل كده، اللي هي الاسكيميا أو الهايبوكسيا.
فلنفرض ان ده الليفر، وفلنفرض ان ده الطبيعي ان الارتري بيكون داخل كده والفين بيكون داخل كده. طبعا ده غلط طبعا، في الجي تي هتعرف ان هو بشكل مختلف تماما يعني. المهم فلنفرض يعني كتبسيط ان الارتري المفروض بيدخل اوكسجينيتد بلاد ريتش ان اوكسجين بالشكل ده، ويطلع من هنا الدي اوكسجينيتد بلاد. كلام جميل جدا. طيب ايه الحاجه السمراء اللي هنا دي؟ دي حاجه سدت المجرى بتاع الارتري، فايه اللي هيحصل؟ اول حاجه البلاد ما عادش هيجي بالشكل الطبيعي بتاعه، وايه اللي كان موجود في البلاد؟ بعض النيوترينتس اللي هي المغذيات عشان التيشو بتاع الليفر، وكذلك الاكسجين. فدي هي الهايبوكسيا، يعني لما الدم او البلاد اللي داخل الاورجن هيقل، ده هيؤدي لهايبوكسيا ان الاكسجين قل. طيب ده هيعمل ايه؟ ده اكيد هيعمل سيل انجري للتيشو ده ممكن لو هي كرونيك يعني ايه بسيطه، اللي هو مثلا ما تسدش بشكل كبير، فهيؤدي لكرونيك اللي هو كرونيك اسكيميا او كرونيك هايبوكسيا. ده مش هيدمر الليفر على طول، تمام. ولكن لو كانت قفل مره واحده كده اكيوت هايبوكسيا، تمام، اللي هو اسكيميا، هيعمل انفاركشن، وده هيموت الليفر او هيقضي على الليفر، تمام. ده ان شاء الله هنعرفه قريب يعني، فواحده واحده كده ما نستعجلش. طيب بعد كده نيوتريشنال. يعني ايه نيوتريشنال؟ يعني انت والله واحد الطبيعي مثلا، الطبيعي بتاع جسمك ان هو في اليوم انت محتاج مثلا عشان تفضل عايش مثلا، فلنفرض 100 جرام بروتين، 200 جرام كارب، 20 جرام فات. طيب فجأة كل ده ما عادش موجود، انت مثلا ال 100 جرام بروتين دول ما عادوش متوفرين تماما، فبقيت بتكسر البروتين اللي عندك في جسمك، الكارب ما عادش موجود فبقيت بتكسر العضلات، كل الكلام ده فجأة انت بقى عندك نيوتريشنال ديفيشنسي، فده هيؤدي لسيل انجري. يعني لو حتى لو كتبت كده كواشيركور او اي حاجة من الكلام ده، هيطلع لك صورة الاطفال بيبقوا عبارة عن جلد عن عظم. هحاول اجيب لك صورة ليهم في الفيديو يعني. دي كلها نيوتريشنال كوزز اوف سيل انجري. طيب اللي بعد كده فيزيكال. يعني ايه فيزيكال؟ يعني حاجه خارجيه عنك او حاجه محسوسه. زي ايه مثلا؟ ممكن حد يخبطك، عربيه تخبطك لا قدر الله، يعني ربنا يديك الصحه حبيب قلبي، فيؤدي لميكانيكال تروما. حاجه مثلا خبطتك فكسرت عظم، بعد الشر عليك طبعا، كده عن شخص عادي يعني، او مثلا دراعك ورم او حاجه، كل ده سيل انجري. مثلا حراره، حاجه لسعت شخص ما، بلاش انت، حاجه لسعت شخص ما، فده هيؤدي لدمج وهيؤدي للسيل انجري. راديشن زي ايه مثلا؟ زي اليوفي، الالترا فايلوت، ده ممكن يؤدي لجينيتك ديفكتس او ممكن يؤدي لبعض انواع السرطانات. فدي كلها physical causes of cell injury. حاجه كمان ايديوباثيك. يعني ايه ايديوباثيك؟ ايديوباثيك دي اكتر حاجه الطلبه بيحبوا يسمعوها، سبب غير معلوم. يعني ايه سبب غير معلوم؟ يعني مش هتحفظ في اي حاجه، فده بالنسبه لك كطالب ده احلى حاجه. طيب ايديوباثيك يعني سبب غير معلوم، ممكن يؤدي للسيل انجري، فجأة كده تلاقي حصل سيل انجري. اخر حاجة هي immunological cause. يعني immunological cause، انت هتاخد مع الموديول ده اللي هو الباثولوجي هتاخد فارماكولوجي. الفارماكولوجي هتدرس حاجة كده اسمها مايسينيا جرافيس، مرض وهن العضلات او ضمور العضلات. المرض ده من اللي احنا درسناه يعني ان الكوز بتاعه بيكون ان بعض الانتي بوديز، يعني من باب يعني ان انا هعرفك كل حاجة يعني. فلنفرض ده كده، دي كده المصل، وده كده ان نيورون. حلو حلو. المصل عليها هنا ريسبتورز للاسيتايل كولين. جات الانتي بوديز، للاسف جات الانتي بوديز كسرت او وقفت هنا حجبت ده، فيجي الاسيتايل كولين عشان يعمل الايفكت بتاعه ما يلاقيش فيه ريسبتورز، فده يؤدي لمايسينيا جرافيس. طب ده بيكون ايه؟ ده بيكون اوتو اميون ديزيز. ليه؟ لان الانتي بوديز اللي هي مش دورها خالص ان هي تعمل الكلام ده، جات ووقفت هنا، فمنعت الاسيتايل كولين يرتبط بالمستقبلات اللي هنا، فما حصلش نيورو ماسكولار ترانسميشن. تمام تمام. طيب السؤال ده كل سنه بيجي، هيقول لك enumerate causes of cell injury، ولكن خد بالك بقى من حاجه، ما ينفعش انت تكتب دي بس، لا لازم تكتب دي وتكتب مثال عليها، تكتب دي وتكتب مثال عليها، تكتب دي وتكتب مثال عليها. لو ما كتبتش المثال هتنقص نص الدرجه، تمام. دي كده اول حاجه في منهج الباثولوجي بتاعنا هو السيل انجري. طيب طبعا احنا الحمد لله عرفنا الكوزز بتاعه السيل انجري. طبعا احنا عايزين نعرفها ليه؟ لان الكوز بتاعه السيل انجري هتؤدي للحاجات دي. يعني مثلا دي الادابتيشن، مثلا دي ابسط حاجه، مثلا الادابتيشن، خلينا في ده مثلا. ان السيل انجري ممكن تؤدي لثلاث حاجات، اما او يعني اي حاجه من الكوز في السيل انجري ممكن تؤدي لثلاث حاجات. ادابتيشن، الخلايا خلاص اتكيفت، لو مثلا قلنا بقى بياخد 70 جنيه مثلا، او حصل سيل انجري لو بقى بياخد 20 جنيه، يعني على اخره خلاص. بس لو رجعناهم تاني، لو رجعنا للوضع الطبيعي وشلنا المؤثر ده وادينا لهم الحاجه الطبيعيه بتاعتهم، هترجع تاني للوضع الطبيعي. طيب لو قعدنا من غير اي فلوس خالص لفتره طويله، ده هيعمل irreversible injury، او دي اسمها irreversible injury، ده هيؤدي ليه سيل ديس. زي ايه مثلا اللي ممكن يؤدي ليه سيل ديس؟ ان انت مثلا تقفل الارتري او البلاد سبلاي بتاع اورجان لفتره، تقفله تماما مفيش نقطه دم، مفيش اكسجين داخل خالص، فده هيؤدي لموت الخلايا.
مثلا اللهم صل على الحبيب، ممكن نقول مثلا في حاجه من الحاجات دي، ان حصل انفكشن فالفيروس هيباتيتس سي مثلا، او اي حاجه من الحاجات دي، جه فيروس دمر الخلايا، فده حصل سيل انجري، irreversible سيل انجري، فده دمر الخلايا اللي هو حاجه استمرت لفتره طويله يعني. تمام. فكل دي من النتائج بتاعه السيل انجري، فاحنا بندرس السيل انجري عشان نبدا نتعرف على الحاجات دي. اول محاضره او اول محاضرتين تقريبا بندرس فيهم الادابتيشن، النوعين بتوع الادابتيشن، فنبدا فيهم ان شاء الله. ايه هي الادابتيشن اللي ممكن تحصل للخليه؟ اول حاجه دي شكل الخليه عادي خالص، اهي خليه كيوبويدال، يعني يبدو كده من علم الوسيط بالهيستولوجي ان دي كيوبويدال سيلز. طيب الكيوبويدال سيلز دي حصل لها ستريس، او الستريس زاد عليها بشكل قوي، فالخلايا دي محتاجه ان هي تكبر، حجمها يكبر عشان تقدر ان هي تعرض، او ان هي تقدر ان هي تسد الاحتياج ده. زي ايه مثلا؟ فجاه بقى ليها بلاد سبلاي كبير قوي، او بقى في لود عليها جامد، الاورجان ده لازم ان هو ينتج حاجه بشكل كبير جدا. زي ايه مثلا؟ زي قلت لك البيتيوتري جلاند، الغده النخاميه، افرزت هرمون بشكل كبير جدا فاثر على الثايرويد جلاند، فبدل ما كان المفروض تفرز 10 بقت بتفرز 100. فلا، ده الخلايا دي لازم تكبر، او العدد ده لازم يكبر. ليه؟ عشان يسد على الاحتياج. هي فاكر ان في احتياج فعشان كده البيتيوتري بتنتج، لكن لا، هو فجاه لسبب ما راحت البيتيوتري مزوده، فلازم الحجم بتاع الخلايا لازم يكبر. هايبرتروفي، الهايبرتروفي ده قد يكون فيسيولوجيكال او قد يكون باثولوجيكال. تمام، يعني انا بحاول بس امهد لك الدنيا. طيب فجاه والله اعلم كده لقينا ان البلاد سبلاي اللي داخل الاورجن ده قل، بس مش قل اللي هو قل، يعني مثلا المفروض ان هو يدخل له مثلا كميه مثلا، يعني انا بهبد اي رقم، يعني 100 ملي لتر دم مثلا كل دقيقه، فجاه بقوا 50، فهو قل ولكن ما بقاش صفر. فايه اللي هيحصل؟ كنوع من الادابتيشن الخلايا بتاعه الاورجن ده هتبدا تصغر، هيحصل لها اتروفي يعني الخلايا بتاعته صغرت، حجم الخليه صغر فادى الى ان حجم الاورجن يصغر، وهنا كان حجم الخليه كبر فادى الى ان حجم الاورجن يكبر. طيب ايه كده الحته اللي هي مركونه على جنب دي؟ دي هايبربليجيا. كلمه هايبربليجيا معناها ان عدد الخلايا، دول كانوا 4 خلايا، هنا بقوا 6 خلايا، عددهم زاد فبالتالي حجم الاورجن زاد. خد بالك من دي، هنا هنا الحجم هو اللي زاد فادى ان حجم الاورجن يزيد، هنا العدد بتاع الخلايا زاد فادى لان حجم الاورجن يزيد. دول ان شاء الله هناخدهم في اول محاضره لان لهم لحد ما علاقه ببعض. يعني الخلايا الطبيعيه دي قد ياتي لها مؤثر، المؤثر ده يؤدي انها تتغير في النوع. يعني تتغير في النوع، يعني الخلايا دي يبدو كده يعني الى حد ما دي خلايا كوبويدال، فجاه لقيتها بدات تتحول لكولامنر وبدات تاخد شكل كولامنر. ليه؟ لان الخلايا الكوبويدال ليها قدره انها تستحمل بعض المؤثرات او تقوم ببعض الفانكشن، او هي الاساس يعني انها تستحمل بعض المؤثرات اللي هي ممكن تعملها انجري، فاتحولت لخلايا كولامنر تقدر انها تستحمل المؤثر التاني اللي الخلايا الكيوبويدال ما تقدرش تستحمله. كم مثال عليها تاني انت هتاخد ان شاء الله في المنهج. عندك ال HCl بيفرز طبيعي جدا في المعدة، فبالتالي الخلايا بتاعة المعدة طبيعي انها تستحمل HCl. ولكن عندك هنا الاسوفيجاس ده الخلايا بتاعته stratified squamous ما بتستحملش ال HCl، والمفروض ان في هنا السفنكتر اللي بيقفل على المعدة يمنع ان ال HCl يرتجع تاني للاسوفيجاس. طيب لو لسبب ما السفنكتر ده ما عادش شغال كويس فهتلاقي HCl بيطلع للاسوفيجاس وبيعمل له دمج، فيحصل ايه؟ الخلايا، يعني سبحان الله قدر من عند ربنا، الخلايا اللي مبطنه الجزء ده تتحول لنفس الخلايا بتاعه المعده اللي بتحمي المعده. ليه؟ عشان ما يحصلكش هنا دمج، فالخلايا دي اتحولت بالميتابليجي اللي هي دي. طيب دي كده الميتابليجيا change in cell type. اخر حاجه خالص ودي الخطيره وبتكون يعني مرحله قبل الكانسر، دي هي الديسبليجيا. المفروض ان كل الخلايا دي شكلها الكيوبيدال هنا، فجاه لقيت الخلايا اخدت اشكال غريبه وعجيبه. ليه؟ حصل لها ديسبليجيا، الخلايا بدات انها تنقسم بشكل مختلف عن الخلايا الطبيعيه، بدات انها تتحول لاشكال مختلفه عن الخلايا الطبيعيه. هتلاقي ان الصفات بتاعتها الاستولوجيكال ستراكشر بتاعها بقى مختلف جدا عن الخلايا الطبيعيه، ودي بتكون مرحله قبل الكانسر. يعني المرحله دي لو استمرت، لو السيل انجري استمر هتحول ليه كانسر. ودول اخطر نوعين، الميتابليجيا والديسبليجيا، اللي هما الاثنين بيعتبروا بري كانسر، اللي هو اف كرونيك ريتنت بريزيست لو استمرت على الشكل ده هيحصل لها نيوبليجيا اللي هو الكانسر. تمام. كده اخدنا نبذه سريعه عن الادابتيشن، نبدا نتعرف عنهم واحده واحده. اول حاجه من ال5 ادابتيشن اللي علينا وهي الاتروفي. ايه هي الاتروفي؟ الاتروفي معناها ان الاورجن حجمه قل نتيجه لان السايز بتاع الخليه قل. يعني ايه؟ يعني لو قلنا مثلا ان دي كده الخليه في الحجم الطبيعي بتاعها، حلو. الحجم ده فجاه بقى كده. طيب
نتيجة لإيه؟ هل الخلية كشت بس كده؟ لأ، ده في سيتوسكيلتون جوه، السيتوسكيلتون ده اللي محافظ على شكل الخلية من جوه. السيتوسكيلتون ده بدأ يحصل له ديجراديشن، بدأ يصغر بدأ يصغر بدأ يصغر. طيب الخلية دي والله فيها مثلا، فلنفرض إن فيها 5 ميتوكوندريا، دي ميتوكوندريا ودي ميتوكوندريا ودي فجأة بقوا واحدة بس. المفروض إن فيها جولجي أبريتس كتير، المفروض إن الاس اي ار أو الار اي ار فيها كبير جدا جدا، فجأة صغر. فنتيجة لأن السيتوسكيلتون بتاعها والأورجانيلز بتاعتها قلت وصغرت، فده بيؤدي إلى اتروفي. الكلام ده مش في الكتاب، بس يعني أنا برضو عايزك تكون فاهم الموضوع جه ازاي، ميبقاش بس إن أنت حفظتها. تمام. تمام. فأهم حاجة تعرف إن الحجم بتاع الخلية قل، فأدى لأن الحجم بتاع الأورجان يقل. تمام. وده حسب المنهج بتاعنا الحجم فقط، الكتاب موجود فيه الحجم فقط. ولكن يعني من الحيث اللي أنا قرأته برضو إن عادي إن الحجم قل أو عدد الخلايا برضو قلت. تمام. تمام. طيب الاتروفي ده ممكن يكون بسببين: حاجه فيسيولوجيكال، معنى كلمه فيسيولوجيكال ان هي بتحصل في الوضع الطبيعي من غير اي امراض من غير اي حاجه، وحاجه باثولوجيكال. تمام. جميل جدا. مفروض منك ان انت تحفظ الحاجه والمثال اللي عليها، لان الكلام ده مهم جدا في اخر السنه. الدكتوره بتقول لك enumerate with example، ما ينفعش انت بس تكتب اسكيميا او ديسيوز او اي حاجه من الحاجات دي، لا ده انت لازم تكتب الحاجه والمثال اللي عليها، لو ما كتبتوش هتنقص نص درجه. فنبدا اول حاجه بالفسيولوجيكال. انت عارف طبعا انت عندك الغده التيموسيه، الغده التيموسيه دي اللي هي الثايموس، ليها دور في الاميونيتي. الغده دي بتكون شغاله جدا في الامبريولوجيكال ستيج بتاعتك وانت لسه امبريو، وبعد الولاده بكام سنه كده بتبدا يحصل لها اتروفي. عندنا كده كادلت لازم تكون اتروفي، لو ما حصلهاش اتروفي دي بتكون مشكله، بتعمل لك اميونيتي ديزيز، بتعمل لك مشاكل كتير. طيب دي الثايموس. تاني حاجة embryological structure زي ايه؟ تعرف ان اليوكساك لو انت فاكر يعني ان هي بتبدأ الاول برايمري يوكساك ثم secondary يوكساك ثم secondary يوكساك ثم definitive يوكساك. الديفينيتيف يوكساك دي المفروض ان هي بتكون بره الامبريو وتبدأ تصغر 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 لحد ما يحصل لها complete degradation. والثايروجلوسال دكت بيكون بيوصل بين الثايرويد جلاند والطنج، تعرف ان شاء الله الكلام ده فيما بعد يعني. والدكتس ارتريوزس، يعني عشان تبقى عارف الدكتس ارتريوزس في الامبريو بيكون عندك الاورطة، فلنفرض ده الاورطة، وده كده البلمونري ارتري. الاتنين بيكون موصل بينهم حاجة كده يعني ارتري كده او حاجة صغيرة كده موصلة بينهم. بعد ما بتتولد الحاجة دي وصل لها فايبروزس وتبقى عبارة عن ليجامنت، ليجامنتم ارتريوزس، وده بيكون بيربط بينهم بس، لكن مش بيكون عامل كونكشن للارتريال بلاد والفينوس بلاد. تمام. تمام. طيب تالت حاجة هي البرين. يعني ايه البرين؟ في الشخص الطبيعي بيكون ليه حجم معين وزن معين، بعد تقدم العمر او مع الشيخوخة الحجم ده بيصغر، ونتيجة لده انت عارف ان بعض الناس الكبار بيكون عندهم يعني القدرات العقلية بتاعتهم بتبدأ تقل شوية وهكذا نتيجة للايجينج، فده نوع من الفسيولوجيكال اتروفي. طيب الفسيولوجيكال زي ما قلنا الحاجات الطبيعية الثايموس امبريولوجيكال ستراكشر والبرين ويز ايجينج. طيب ايه هو الباثولوجيكال ستراكشر؟ نتيجة لمرض ما أو مشكلة ما أو شيء ما حصل إن حجم الخلايا بتاع العضو المعين ده قل. زي إيه مثلا؟ أنا مسكرهم لك في جملة بسيطة عشان لو جات لك آخر السنة تبقى عارفها. أي دي سباين، أي دي سباين، فناخدهم واحدة واحدة على حسب الترتيب ده. أي دي سباين أول حاجة الإسكيميا. يعني إيه إسكيميا؟ زي ما كنت قايل لك فوق من شوية، ان لو ده اورجان وايه الاورجان، بس هنا المثال هيختلف شويه، لان المثال ده مش هيعمل اتروفي، ده هيعمل انفاركشن. الانفاركشن معناه ان الخليه هتموت. فخلينا مثلا نحرك دي كده، ايه، ناخد دي بعيد. طيب نقول ان حصل هنا الحجم بتاع او السمك بتاع الفين او الارتري قل. تمام. تمام. نتيجة لده ايه؟ نتيجة لده الدم اللي بيوصل ليه الاورجان قل، فنتيجة لده المغذيات النيوترينز والاكسجين اللي بيوصل ليه الاورجان قل، فالاورجان ده مش هيقدر ان هو يقوم بكامل وظيفته، فهيبدأ ان هو يحصل له اتروفي، يبدأ ان هو حجمه يصغر حجمه يصغر، فبدل ما هو كان كبير كده ما شاء الله، لا هيبقى كده. تمام. تمام. ده نتيجة للاتروفي. اول حاجة الاسكيميا، ان البلاد سبلاي اللي وصل له قل. ده ممكن يكون لاسباب كتيره نعرفها ان شاء الله في الجزء بتاع الهيمودايناميك ديسوردرز. تمام. طيب تاني حاجه الديسيوز. يعني ايه ديسيوز؟ يعني لو انت عندك اورجان مثلا في جسمك مش بتستخدمه. ايه مثلا المثال وابسط مثال على اورجان مش بتستخدمه؟ لو انت لا قدر الله دراعك اتكسر، فانت هتروح تحط دراعك في جبس. نتيجه للكلام ده العضلات بتاعه دراعك، مثلا لو فرضنا ان انت يعني مثلا نقول مثلا ده كده دراع اهو،
هاند، ودي الصوابع بتاعتك. طيب العضلات اللي بتحرك الصوابع بتاعتك موجودة هنا. طيب لو الجبس، لو فرضنا ان في جبس خلى الصوابع دي ما تتحركش، فانت طبيعي العضلات اللي بتعمل فليكشن واكستنشن مش بتشتغل، فالعضلات دي يحصل لها اتروفي. اي حاجه مش بتستخدمها فالجسم هيوفر الطاقه والبلد والمغذيات وكل الحاجات اللي بتروح لها، فيحصل لها اتروفي، الحجم بتاعها يقل. مثال تاني على لو انت واحد رياضي وبتروح الجيم، فانت ما شاء الله عملت فورمه كبيره جدا وعضلات والدنيا جميل. طيب لو قعدت سنه في البيت ما بتتحركش، مثلا سنه مشغول ما بتروحش الجيم، هتلاقي العضلات بتاعتك حجمها قل. ده نتيجه ليه؟ حصل لها اتروفي. ليه؟ انت مش بتستخدمها، مش محتاجها، عملت لها ديس يوز، فانت مش محتاجها. المثال اللي عليك في الكتاب هو ان المسلز بتاعت الاموبلايزد ليمب. يعني ايه اموبلايزد ليمب؟ يعني الاورجن او الدراع مثلا او الرجل اللي انت مش بتستخدمها نتيجه ان انت حاطها في بلاستر، في جبس، فالحجم بتاعها او الحجم بتاع العضلات بتاعها هيقل. ليه؟ انت مش بتستخدمها، هتعمل ايه بالكم ده من العضلات؟ تمام تمام. تالت حاجة starvation. يعني starvation في بعض البلدان وبعض الدول بيكون عندهم مجاعات. المجاعات دي بسبب malnutrition، بتلاقي ان حجم الشخص، يعني هجيب لك صورة عليه، نتيجة لبعض المجاعات بتلاقي ان حجم الشخص بقى بالشكل ده. يعني مثلا المثال ده اللي هو الكواشيركو، ده مش عليك بس انا عايز بس افهمك او اوريك صورة للكلام ده عشان تحفظه بسهولة. ده مثلا من قلة اكل البروتين بقى اتحول للشكل ده، ولكن لو رجع تاني ياكل عادي جدا هيرجع للوضع الطبيعي. تمام تمام. طيب البريشر. يعني ايه بريشر؟ يعني لو انت عندك اورجان هنا اهو وجنبه اورجان، كل واحد واخد مساحته الطبيعية ومحدش بيضايق التاني ومحدش بيضغط التاني، ولكن لو الاورجان ده للاسف كبر، حصل له بناين تيومر او كبر لسبب ما يعني، فبص ايه اللي هيحصل. نتيجة ان ده بدأ يكبر يكبر ويضغط على التاني، يضغط على التاني، فالتاني هيبدأ حجمه يصغر، حجمه يصغر نتيجة لان في اورجان جنبه او في تيومر جنبه، تيومر بيضغط عليه فحجمه هيصغر. ده هو البريشر. benign tumor can compress surrounding organs. يعني لو في اورجان حصل له تيومر مثلا، يعني مثلا انت عندك ابسط حاجة في المعدة او في الابدومين، انت عندك السبلين جنبه الستومك وجنبهم الليفر، لو ده كبر هيضغط على دول، او لو دي كبرت هتضغط على ده وهكذا. تمام. طيب ممكن يكون ايديوباثيك، وكلمة ايديوباثيك معناها سبب غير معلوم. طيب يا شباب، كان في حاجة بس كنت نستولها في الاتروفي وهو الايديوباثيك. الايديوباثيك هو ملوش سبب ادى لده، ولكن في اعراض او حاجات بتظهر بتكون ايديوباثيك. يعني حاجة زي المايوباثيز دي، فجأة تلاقي الواحد حصل له بعض الامراض في العضلات. مايو يعني عضلة مصل، وباثيز يعني باثولوجي، بعض الباثولوجي يحصل له في العضلات والسبب يكون غير معلوم. تمام. طيب ممكن يحصل له ايه تاني؟ ممكن يحصل له تستيكولار اتروفي. تستيكولار معناها تستس اللي هي الخصيتين، واتروفي يعني ضمور في الخصية. ممكن السبب ده او ممكن اللي ادى للتستيكولار اتروفي ده يكون سبب غير معلوم ايديوباثيك. تمام تمام. طيب اللي بعد كده نيورولوجيكال. يعني ايه نيورولوجيكال؟ نيورولوجيكال انت عارف ان كل عضلة، يعني لو قلنا دي كده عضلة، دي كده عضلة المفروض ان جاي لها نيرف، جاي لها نيرف من البرين عشان يغذيها. طيب النيرف ده هو اللي بيدي لها امر انها تنقبض وتنبسط، تنقبض وتنبسط. لو حصل ان النيرف ده باظ او لسبب ما النيرف ده مش بيشتغل، العضله دي هيحصل لها اتروفي. هو احنا جبنا سيره لحاجه زي دي؟ لو قلنا ان العضله دي مش بتتحرك فيحصل لها اتروفي، يبقى انت كده عندك حاجتين ممكن يؤدوا لاتروفي للمسلز: نيورولوجيكال او ديس يوز. ودي ليها اسبابها ودي ليها اسباب، فدي تجميعة كويسه. يعني كل ما تلاقي حاجه بالطريقه دي حاول تعمل لها تجميع بسيطه. انت عندك اللي ممكن يعمل اتروفي للمسلز، اما ان انت ما تستخدمش العضله دي نتيجه ان انت مثلا حاطط جبس او كده، او ان النيرف بتاع العضله دي حصل له مشكله، فالنيرف ده مش هيبعت الاشارات اللي تخليها تنقبض، فبالتالي هيحصل لها اتروفي. انت مش بتستخدمها، فتغذيها ليه وتكبر حجمها ليه؟ فهتعمل لها اتروفي. طيب الامثله اللي علينا ايه؟ الامثله اللي علينا بولي مايلايتس. البولي مايلايتس ده اللي هو شلل للاطفال، ونيرف ديسكشن. النيرف اللي رايح للعضله دي قطعنا، او مثلا جراح كان بيعمل عمليه فقطع النيرف ده بالغلط، فبالتالي العضله دي هيحصل لها اتروفي. تمام. دي كده الامثله اللي على النيورولوجيكال. اخر حاجه وهي حاجه جميله جدا، او يعني انت اصلا عندك فكره عنها، وهي الاندوكراين. يعني ايه اندوكراين؟ يعني فلنفرض ان دي الغده
الغده البيتيوتري اللي اسمها الغده النخاميه. تمام. الغده النخاميه دي بتفرز هرمون للغده الدرقيه اللي هي الثيرويد جلاند. فالهرمون ده بيفرز مثلا بكم معين، فلنفرض 10 مايكرو جرام. ال10 مايكرو جرام دول بيفرزوا، فبيخلوا الخلايا بتاعت الغده دي في الحجم الطبيعي. طيب لو ال10 مايكرو جرام دول فجاه خليناهم نص مايكرو جرام لسبب ما، حصل ضمور في الغده النخاميه، حصل ضمور في البيتيوتري جلاند، فبالتالي حجم الغده التيموسيه، الغده الدرقيه دي اللي هي الثيرويد جلاند، هيبدا حجمها يقل. ليه؟ الاشارات اللي كانت بتخلي حجمها كبير او بتخلي حجمها في الوضع الطبيعي، الاشارات دي قلت، فبالتالي حجمها هيقل، وهي دي الاندوكراين. احنا كده قلنا السبع اسباب بتوع الباثولوجيكال اتروفي، مجمعينهم في جمله اي دي سباين: الاي اسكيميا، دي ديسيوز، ستارفيشن، بريشر، ايديوباثيك، نيورولوجيكال، اندوكراين. تمام. ما تنساش ان انت كل حاجه من دي في الانيوميريشن لازم تكتب المثال اللي عليه. كل ده هتلاقيه في المذكره ان شاء الله. تمام. خلصنا كده الاتروفي، نشوف عكسه اللي هو الهايبرتروفي. الهايبرتروفي عكسه في الديفينيشن وعكسه في المعنى. يعني ايه؟ يعني احنا كنا بنقولنا في الاتروفي ان حجم الخليه قل، فحجم الاورجان قل. طيب ايه اللي بقى اللي هنقوله في الهايبرتروفي؟ الهايبرتروفي حجم الخليه فقط هو اللي زاد، فحجم الاورجان ذات نفسه زاد. يعني انت مثلا فلنفرض ان الاورجان ده فيه مليون خليه. تمام. دي كده ماشي، مليون خليه، نفس المليون خليه ولكن حجمهم بس هو اللي زاد، فادى لان حجم الاورجان ذات نفسه يزيد. تمام. طيب دي كده شكل الخليه نورمال اهي، نفس عدد الخليه، واحد خليه نورمال. فجاه لما حصل لها هايبرتروفي بقت نفس الخليه واحد خليه، ولكنها بقت اكبر، حجمها اكبر بقى ان السيتوسكليتون بتاعها كبر. عملت اورجانيلز زياده، مثلا كان عندها 1000 ميتوكوندريا بقى عندها 2000 ميتوكوندريا. زودت بقى حجم الار اي ار والاس ار وكل الحاجات اللي عندها دي. تمام. فدي هي معنى الهايبرتروفي، وده النتيجه اللي عليها لود. يعني مثلا خليه كان بتبذل مجهود معين، تمام، المجهود ده اتضاعف 10 اضعاف، فطبيعي لازم الخليه دي تكبر. فاهمني؟ طيب ايه الامثله اللي عليها؟ الامثله اللي عليها اما انها تكون فيسيولوجيكال يعني طبيعيه بتحصل في الوضع الطبيعي بتاع الانسان، او باثولوجيكال. طيب ايه هو النوع الفسيولوجيكال بتاع الهايبرتروفي؟ البريجننسي. في البريجننسي اليوترس حجم الخلايا بتاعته بيكبر، ده كهايبرتروفي. وكمان بيحصل معاه حاجه تانية بتؤدي ان عدد الخلايا يكبر، وده هتعرفه ان شاء الله في الهايبربليجيا. احنا كده خلصنا الفسيولوجيكال الحمد لله. طيب ايه هو الباثولوجيكال معناه ان حاجه مرضيه، حاجه بتحصل نتيجه لمرض. يعني خد بالك، الحاجه نفسها ممكن ما تكونش مرض، لكن هي بتحصل نتيجه لمرض. زي ايه مثلا؟ زي الادابتيف هايبرتروفي، الكومبنساتوري هايبرتروفي، والهرمونال هايبرتروفي. يعني الادابتيف كان في اورجان مثلا القلب مطلوب منه ان هو يضخ الدم تحت ضغط معين، فلنفترض ان الطبيعي من 80 ل 120، فجأة ضغط الدم زاد بقى مثلا 150 او 170، فطبيعي ان عضلة القلب لازم تنقبض بشكل اقوى. طيب هل عضلة القلب دي عندها القدرة على انها تنقسم؟ مثلا بدل ما عندها 10 خلايا مثلا فلنفرض يعني بقى عندها 100 خلية؟ لا، عضلة القلب لا تنقسم، كذلك العضلة السكيلتال ماسل لا تنقسم، كذلك النيرف لا ينقسم. فلازم ان حجم الخلية يكبر عشان تقدر انها تبذل مجهود اكبر. فاهمني؟ دي في حالة اسمها سيستميك هايبرتروفي. تمام، او معلش سيستميك هايبرتنشن. يعني ايه البرد؟ سيستميك هايبر تنشن. تمام. ده هيؤدي لان القلب فيه ريزيستنس في الدم اللي هو بيضخه، فلازم ان حجم الخلايا يكبر. طيب تاني حاجه وهي الكومبنساتوري. انت مثلا عندك 2 كدني، واحده يمين واحده شمال. طيب لو لا قدر الله حد اتشال من عنده كدني، مثلا عنده فشل في الكدني دي فشلناها، او مثلا حصل له حادثه فاضطرينا احنا نستأصل الكدني دي، الكدني التانية لازم حجمها يكبر، يحصل لها هايبرتروفي عشان تقدر ان هي تعوض جزء من دور الكدني التانية. تمام. طيب دي كده هي الكومبنساتوري. لو واحد عنده بيرد اورجان، يعني اورجان بيتكون من جزئين، واحد يمين واحد شمال، فلو شلنا واحد التاني ده هيكبر، حجم الخلايا ذات نفسه هيكبر. تالت حاجة، او بس عايز اقول لك على حاجة، الكومبنساتوري دي هو ده تغير طبيعي يحصل له، ولكن السبب اللي خلانا نشيل له الاورجان الاولاني هو ده اللي باثولوجيكال. يعني ايه؟ يعني ان الكدني دي حجمها يكبر ده عادي، ده فيسيولوجيكال في جسم الانسان، ولكن السبب اللي خلاها اصلا تكبر، هو باثولوجيكال ان احنا شلنا واحدة. تمام. تالت حاجة وهي الهرمونال.
هرمونال يعني ايه؟ يعني انت مثلا عندك غده بتفرز هرمون تاثر على اورجان او على غده تانية. الطبيعي في النورمال انها تفرز الهرمون ده بنسبة مثلا 10 مايكرو جرام كمثال. طيب فده كان بيخليها في الحجم الطبيعي. طيب لو حصل تضخم للغدة دي لسبب ما، الغدة دي لسبب ما زودت الافراز بتاعها، بقت بتفرز 50 مايكرو جرام، فتروح للاورجن او الغدة اللي المفروض تأثر عليه، فهتكبر حجمه. ليه؟ لان الهرمون ده ستيمولس، فانت بتحفز الغدة دي ان هي تكبر، او بتحفز الاورجن ده ان هو يكبر. تمام. المثال اللي دايما بيجي في بالي هو البيتيوتري جلاند والثيرويد جلاند، ده المثال اللي بيجي في بالي دايما يعني. تمام. كده نكون خلصنا. الدكتوره ساعات بتشرحها وساعات ما بتشرحهاش، فانا هقولها لك خلاص. لو ما قالتهاش فانا هقول لك في الريكورد ان هي ما تشرحش. بعض النوتس كده على السيل انجري. اول حاجه الموست كومن كوز فور سيل انجري هو الهايبوكسيا. ليه؟ لان هي شائعه انها تحصل بكل لها اسباب كتير يعني موجوده حوالينا، فممكن انها تحصل. اول حاجه ديفكت في اللنج والهارت، وده بديهي. ليه؟ مين اللي بيجيب لك الهواء ويدخله جوه الفيسلز عندك او يخليه يتشال على الار بي سيز؟ اول حاجه اللنج، الهواء او الاكسجين بيدخل من النوز لللنج، وبعد كده في اللنج عن طريق الالفيولاي بقى والارتريز والفينز اللي حواليها يدخل لي ده اسمه البلمونري فين. المهم لو في مشكله في اللنج الاكسجين مش هيدخل من الاساس. طيب لو في مشكله في الهارت، فالهارت مش هيعرف يضخ الدم اصلا. تمام تمام. خلاص لو افترضنا ان مفيش اي مشاكل في اللنج او في الهارت، فاحنا كده عدينا من اول واحده. ممكن يكون في اسكيميا او انيميا. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن تلاقي البلاد فيسل المفروض يودي الدم للتشو، البلاد فيسل ده مقفول. تمام. طيب لما هو يبقى مقفول أو مقفول يعني تماما او بشكل مش تام، فهيعدي شويه دم، فشويه الدم اللي هيعدوا دول هيكونوا اقل من احتياج الاورجان ده، فدي اسمها اسكيميا. هتأدي طبعا ليه هايبوكسيا. الاسكيميا هي اللي تؤدي ليه هايبوكسيا. اصل انت عارف اسكيميا او هايبوكسيا معناه ايه؟ معناها لو اوكسجين او كونديشن اوف لو اوكسجين، فاكيد مش الكونديشن اوف لو اوكسجين هي اللي هتقفل البلاد فيسل. البلاد فيسل لما يتقفل هو اللي هيؤدي ليه هايبوكسيا. المهم فعندنا اما انها اسكيميا او انيميا. يعني ايه انيميا؟ انيميا. طيب هو ايه هي الانيميا؟ الانيميا مش بس مشكله في الار بي سيز، الانيميا هي مشكله في الهيموجلوبين. تمام تمام. طب يعني ايه؟ يعني انت ممكن مثلا تلاقي ان انت عندك عدد الار بي سيز عدد مظبوط وكل حاجه 5 مليون مثلا عند الميل، او 5 مليون ونص عند الميل و4.5 مليون عند الفيميل، ولكن يكون عندك انيميا. ليه؟ لان الهيموجلوبين اللي متشال على الار بي سيز في مشكله، اما ان هو ما بيعرفش يضخ، اما ان هو ما بيعرفش يشيل الاكسجين، او ان الدم ذات نفسه ما بيعرفش يضخ. المهم يعني في مشكله في وظيفه الهيموجلوبين. تمام تمام. طيب تالت حاجة decrease oxygen carrier. تمام. ايه هو الاكسجين كارير؟ الاكسجين كارير هو الهيموجلوبين اللي على الار بي سيز. فانت لو عندك عدد ار بي سيز اقل، او لو عندك مشكلة في كمية الهيموجلوبين الموجودة في اسمه ايه، في الار بي سيز، فده هيؤدي لانيميا. طيب الحوار كله من الاخر ايه مشكله الهايبوكسيا؟ مشكله الهايبوكسيا ان انت بتعمل اسمه إيه ده تنفس هوائي اللي هو الايروبيك ريسبيريشن. فلما الايروبيك ريسبيريشن هيقل بسبب ان الاكسجين قل، ده هيقلل الاي تي بي. طيب هو ايه المشكله برضو لما يقل الاي تي بي؟ لا، ما هو الاي تي بي ده مهم جدا. ليه؟ انت عندك تشانلز او عندك بومب. انت عارف من الفسيولوجي ان انت عندك صوديوم بوتاسيوم بومب او كالسيوم بومب، كل الكلام ده بيشتغل بالاي تي بي. طيب المفروض ان الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه. طيب لو الصوديوم دخل، الصوديوم المفروض هيدخل معاه ميه، فلو دخل معاه ميه هينفخ الخليه، فاحنا عندنا البomب دي بتطلع الصوديوم بره. طيب لو البomب دي اصلا مش شغاله، فالصوديوم هيدخل الخليه، الصوديوم يدخل الخليه، الصوديوم يدخل الخليه ويتراكم يتراكم، بس هو مش بيدخل لوحده، لا ده بيدخل وشايل معاه ميه. طيب لما يحصل كده يحصل سويلنج للخليه، الخليه هتنتفخ وممكن تربشر. تمام. فدي المشكله في الصوديوم. طيب ايه المشكله في الكالسيوم؟ المشكله في الكالسيوم ان الكالسيوم بيشغل بعض الانزيمز، والانزيمز دي لو نسبتها زادت، او لو نسبه الكالسيوم زادت فادى ان هو تشتغل بشكل اكبر، ده ممكن يدمر الخليه. زي ايه مثلا؟ زي بعض الاندونيوكليزز. بعض الاندونيوكليزز اللي هي اللي انت اكيد عارف من البايو ان الاندونيوكليزز بيكسر النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان اي والحاجات دي. فلما الانزيمات دي هتشتغل ده هيؤدي لتدمير النيوكليك اسيد، فده برضه هيدمر الخليه. تالت حاجه لو الاي تي بي قل، فالخلية هتضطر إن هي، أو لو التنفس الهوائي عشان تجيب أكسجين قل، ده هيؤدي إن الخلية تستخدم الأنيروبيك ريسبيريشن. في الأنيروبيك ريسبيريشن أنت هتعمل تراكم لحمض اللاكتيك أسيد، اللاكتيك أسيد هيزداد يزداد يزداد، فده برضه هيأذي الخلية. تمام. الصفحة دي ساعات بتتشرح وساعات ما بتتشرحش، فلو ما اتشرحتش أنا أقول لك إنها ما اتشرحتش وريح دماغك منها، بس هي يعني هي مفيدة جدا فعلا يعني.